العائلات نتاعنا، الأسر معظمها يجهل الأحكام الشرعية الأسرية. هو ما يعرفش حقوقها وهي ما تعرفش حقوقه. ولما يتجهلوا هذه الأحكام يوقعوا في الخلافات وينجم عنها ماذا؟ المشكلات. الرجال قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، خافوا ربي فيهم لأنهم أمانة، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتق الله فيها وأحسن إليها واحذر من ظلمها ومن سبها وشتمها وضربها والطعن فيها، احذر، فإن هذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وأنني نعرف أكثر الجزائريين كيفاش يعاملوا نساهم، معظمهم، ماشي كامل، كاين ناس طيبين ما شاء الله، لكن معظمهم هاني عارف الطريقة الراجل كيفاش يعامل زوجته في بيته، وهذا والله لا يجوز، والله غير حرام. أخذتموهن بعهد الله، هذه أمانة، وهذا راه ميثاق غليظ بيناتكم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كاين حاجة نقولها لك، حل ودنك، كيما تدير في بنت الناس، يعطيك ربي البنات ويكبروا وتزوجهم، كاين دين لازم تخلصوا، كما تدين تدان. هذو بنات الناس وانت عندك بنات، فهذه اللي جبتها هذه بنت الناس، فاتق الله فيها